ايه اللي حصل للذهب في الفتره الاخيره؟ الذهب ارتد لغايه منطقه 2830 للأونصة، ودي كانت منطقه قاع او منطقه دعم مهمه جدا، وارتد من عندها وصل لغايه 350 بسبب بوادر الحرب التجاريه بين امريكا وشركائها التجاريين. امريكا ابرز 3 دول بتتعامل معاهم هي دول الاتحاد الاوروبي والصين وكندا، وترامب لقى ان في عجز في الميزان التجاري بين امريكا وبين الدول دي. يعني ايه عجز في الميزان التجاري؟ يعني لقى ان امريكا بتستورد من الصين ومن كندا ومن اوروبا اكتر ما بتصدر لهم، فهو عايز يظبط الخلل اللي في العجز ده. فراح عامل ايه؟ قال لك انا هبتدي من اول يوم 2 ابريل احط تعريفه جمركيه 20% على الواردات من اوروبا ومن الصين ومن كندا، وده هيؤدي الى بوادر حرب تجاريه او الى حصول حرب تجاريه، لان ساعتها الصين وكندا واوروبا هيبتدوا يردوا هم كمان بحاجه اسمها التعريفه الجمركيه المضاده. يعني هو لو هو حط 20% هم كمان هيحطوا 20%، لو هو حط 30% هم هيحطوا 30%. هو بيحط التعريفات دي علشان يبتدي يقلل الفجوه او العجز في الميزان التجاري، وهم طبعا في مصلحتهم ان العجز يفضل زايد. فاول لما يحط هم كمان يحطوا، زي بالظبط اول لما بدا في شهر 11 او كسب في شهر 11 2024 واعلن ان هو هيحط رسوم جمركيه عاليه جدا على الواردات من الصين. راحت جايه الصين عملت اجراء اقتصادي مضاد، ان هي راحت مخفضه قيمه العمله بتاعتها اكتر قدام الدولار الامريكي، عشان لما تحط التعريفات تبقى السلع اللي داخله امريكا قبل القرار او بعد القرار هي السعر. يبقى اذا التعريفات الجمركيه ما تاثرش على اسعار السلع الصينيه في امريكا، وبالتالي تفضل المنتجات الصينيه شغاله في امريكا، وده جنة ترامب. على العموم الذهب عند 350 مسعر ان في تعريفه جمركيه 20%، يعني وارد بعد ما يقر التعريفه دي تلاقي الذهب نزل تاني عادي، وتقول الله هو المفروض الذهب كان يطلع بعد ما اقر، لان الاسعار متسعره في السوق الفتره الاخيره على ان التعريفه الجمركيه 20%. نفس بالظبط قصه البيتكوين اللي حصلت في شهر 11 لما ترامب فاز، وصل البيتكوين ل 108 الف دولار، وبعد ما فاز وخلاص بقى واستقر في الحكم راح نزل تاني من اول 108 نزل لغايه 82 الف دولار او 81 الف دولار. اذا هنشوف النهارده في المؤتمر الصحفي بالليل، وهعمل بكره فيديو على الموضوع ده.